السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة جبت فرخة كبيرة بيضة، طلعت صدرها بانيه والباقي هعمله في صينية بطاطس. انا متعودة لما اجيب بانيه بجيب فرخة واخلي الراجل يطلع لي صدرها بانيه والباقي كده بعمله في صينية بطاطس. انا متعودة اعمل كده لما احب اجيب بانيه، افضل ما اروح اجيب بانيه مش عارفة مصدره ايه، طازة مش طازة. فانا متعودة على كده. هو كيلو البانيه النهاردة كان عامل 90، انا جبت الفرخة عاملة 118. ما شاء الله كان 2 كيلو 800. والبانيه طلع 700. هعمل بقى البانيه في يوم، والنهارده هعمل بقية الفرخة في صينية البطاطس. ما شاء الله كان طعمها حلو. هنا بقى قطعت بصلتين كبار وقطعت فلفل اخضر بارد، وهقطع حامي برضو. هنا غسلت الفرخة، نقعتها بمعلقة ملح شوية وبعد كده شطفتها وحطيتها في مصفى. هنا بقى قطعت البصل والفلفل وتوم. والبطاطس هنا مقطعاها وشطفها. هنا ليمونة، يعني انا حطيت بصل وفلفل وتوم وليمونة. هنا بقى البهارات، حاطه بابريكا وحاطه ملح وكمون وفلفل اسمر وكركم وجنزبيل وقرفه. بقلب بقى كده الحاجات مع بعض. ما شاء الله كان طعمها حلو. مش حابه تحطي البهارات دي كلها، ممكن بس تحطي ملح وفلفل اسمر لو مش حابه تحطي البهارات دي. هنا بقى هحط الفراخ برضو هقلبها. وساعات بعملها من غير ما احط عليها بطاطس برضو بتبقى حلوه. بس انا جايبه البطاطس دي جديده حمرتها، يعني ما كانتش حلوه في التحمير، فحطيتها بقى في صينيه البطاطس. ما شاء الله كان طعمها حلو. هي البطاطس دي اللي طالعه جديد، حتى لونها اصفر قوي وهي لسه نيه كده. هنا بقى تحطي بين الجلد واللحم كده البصل بالفلفل بيديها طعم حلو. هنا بقى الطماطم هسيبها بقى على البوتاجاز تلت ساعة وبعد كده بحطها في الفرن. هنا بقى هسيبها تلت ساعة وبعد كده هتكمل سوا في الفرن. انا بغطيها بس دلوقتي بوريها لكم، بس يعني طول ما انا حاطاها على البوتاجاز بتبقى متغطية. هنا خلاص عدت تلت ساعة كده، هحطها بقى في الفرن. بس بحط لها معلقتين زيت، هي مش محتاجة ان انا احط لها حاجة، هي ما شاء الله سمينة. بس انا بحط لها معلقتين زيت على الوش عشان تحمر وتبقى حلوة. هنا بقى هعمل الرز. حطيت شوية زيت وحطيت شعرية. هنا بقى بقلب كده الشعرية، لما نحط الشعرية قد الرز بيبقى شكله حلو وطعمه حلو، غير لما تحطي الشعرية قليلة والرز بيبقى كتير. مش بيبقى طعمه حلو ولا شكله حلو. هنا بقى هنزل بالرز. لما تنزلي بالرز بقى بكلم البنات اللي لسه بتتعلم، شوحيه كده بالشعرية على طول، يعني تقلبيه كده اول ما تحطيه تقلبيه. يعني انا بقلبه كده قبل ما اروح اجيب الملح، عشان يعني الشعرية مش بتتحمل، هي احمرت خلاص حطيتي الرز تقلبيها. بعد كده تحطي شوية ملح تقلبيها تقلبتين وتحطي بقى المية. انا بحط المية مش بعاير. البنات اللي لسه بتتعلم كوباية الرز عليها كوباية مية. يغلي بقى كده يتشمع من المية دي توطي عليه يستوى. وهنا الاكل كان خلص خلاص. ما شاء الله كان طعمها حلو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.